جاوب يا فندم بكل امانه، اسمك اسمي وسنك كامل؟ وعنوانك ورقم تليفونك. ده بجد رقم قولي. تليفوني ليه طيب؟ مش مهم، ممكن نعمله سكيب. اسمك وسنك وعنوانك. انا اسمي مشتاوي. حلو. بس ما تحطش الاسم الرباعي عشان محدش ياخده. ده انت يومك اسود. انا اسمي دعاء مشتاوي، ده الاسم اللي في البطاقه ومشهوره بيه. اسم الدلع بتاعي هدى، وده محدش يعرفه كتير. السؤال اللي الستات ما بتحبوش، عندك كام سنه؟ 32، ده انا بفتخر جدا. جميل جدا، شكلك اكبر بكتير من انت معايا ولا غايب النهارده؟ صدمتني. شكرا شكرا. وصفي نفسك في 3 كلمات. عفويه، يعني مش هقول طيبه عشان دي بتاعت الشيطان، بس عفويه عبيطه. وعربيه مرسيدس ماركه تويوتا، ومش كده وبس، لا. بحبني بس. ايه؟ ما هو بحبني عشان انا اللي نفعاني، انا اللي نافعه نفسي، محدش بينفع حد، ده بجد يعني. جميل. اكتر حاجه بتخافي منها؟ الصراصير. صراصير؟ ايه القرف ده؟ مش انت اللي بتقول لي؟ دي اكبر مخاوفك من الدنيا. ايوه صرصار والله يجري. وحياه ربنا. بتتعامل ازاي مع وجود صرصار في بطلع حياتك؟ على السرير واتنطط وافضل اصوت وبلم عليا العماره. ولو في الحمام؟ يا نهار اسود، هطلع صلت ملط. اغبى حاجه عملتيها في حياتك؟ اغبى حاجه اني اخترت ان انا اعيش هنا في القاهره، ما اعيش في البلد. الله. دم دش. الاصل؟ الصعيد، سوهاج طحطه. سوهاج طحطه. ايوه طحطه. 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 اذ بالله. طه ه طه الف. يبقى طهطه طحطه. مش طحطه. احنا هنقولوها طحطه عشان هي بتاعتنا احنا. طحطه. قولوها. طحطه دي في اللغه العربيه. طحطه. هتقولوها طحطه. هنقولوها طحطه. ماشي. اسبلي مشتاوي. ميم شين ت الف واو ي. بالانجليزي. لا انسى. انسى، في حرف الاتش مش عارفه قبل الاس ولا بعده بصراحه. بقالي كام سنه عايشه في القاهره؟ بقالي 18 سنه عايشه في القاهره. وتحبي انهي اكتر، القاهره ولا سوهاج؟ سوهاج صراحه يعني. سوهاج. طيب، شايفه نفسك بتنتمي اليهم ولا بتتصنعي انك بتنتمي اليهم؟ للقاهره ولا سوهاج؟ لا سوهاج طبعا. لا ده انا بنتمي اليهم جدا، وبنتمي اليهم حتى وانا في القاهره. يبقى لو عملنا تحدي اللهجه الصعيديه تدوسي؟ يوه وديني، هات انت مالكش دعوه. منين من الصعيد؟ من طحطه. منين من طحطا؟ من بنده. منين من بند؟ ما هي بنده ملهاش اخر. ليه بنده او بنده اللي هي قريه بنده؟ اسمها بنده. ليه اسمها بنده؟ هي اسمها بنجه بنجه. حلو. بس انا عشان بقول حرف الدال اكتر فبنده. بتقضي يومك هناك ازاي؟ بقضي يومي هناك ازاي؟ انا بصحى من النوم. جود مورنينج شهندة. بقف في البلكونه بشرب القهوه. بلكونه انا بتبص على الغيطان بقى وعلى الزرع. بشرب القهوه، بعد كده انا بتغدى بقى مع اخواتي ومع ابويا، وبعد كده اليوم كله بقى يا بعمل حاجه في البيت يا عند عمامي وعماتي بسلم عليهم. بتتغدوا الساعه كام؟ الساعه 2 الظهر. ليه؟ ابويا هو كده، ما بنفطرش على فكره. اه. ما عندناش موضوع الفطار ده خالص. انت بتصحى تتغدى على طول، طبيخ بقى انت وحظك. محاشي. والله ده بجد محاشي اللي معمولها هتاكله. المهم ان هو يكون فيه سمين. سمين. سمين قوي. بيت بالصعيد يعني ايه؟ لا هو بيت بالصعيد. بيت يعني؟ بيت، هو بيت. مش دوار؟ لا 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 لا، الدوار ده كان دوار العمده. ما بيتقالش غير على دوار العمده بس. لكن دوار دي هي منتشره، لكن لا بيت بيتقال عليه بيت عادي. حضرتي العمده؟ لا بس الدوار بتاعه لسه لحد دلوقتي عندنا في البلد. يعني العمده مات والدوار لا؟ تخيل. شتيمه بالصعيدي ما يفهمهاش قاهري. انا ممكن اقول لك ما تزربنوش. ايه ده؟ ما ايه يابا؟ ما تزربنوش. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ما تدننيش، ما تزربنيش، عشان الزربونه لو جامت هجلبك. انت من بلد الديم دال؟ هي بالظبط. او بمعنى اصح انا اتولدت في الوقت اللي احنا كنا بنقول على الجيم دال، فهي معلقه معايا من وقتها. الاجيال اللي بعدك الاجيال اللي بعد بتقول الجيم عادي. يعني الاندر ايدج بيقولوا يوه بيقولوها جيم عادي. اشهر مثل صعيدي عندكم؟ معلش خلينا نفكر سيكا. براحتك. صوت صرصور الحق مش جاي. جميل جدا. يبقى نروح لاكتر اغنيه مشهوره في الصعيد. لا ثانيه واحده، لازم اقول المثل. قولي المثل. انت ليه تخطيت، ليه عملت كت في النص؟ عشان هنعاقب عليه بعدين، مش مهم. وما تعلقش على كلمه ضحكني. هي ضحكني بس انا هنقولها ضحكني عادي. الاعداد بيقول بس دي موجوده عندنا عادي في القاهره جدا، وموجوده عندنا في الصعيد. بس ده اكتر مثل والله. انتوا سارقين؟ تخيل. لا انتوا اللي سارقين. انتوا اللي سارقين. طيب. اكتر اغنيه مشهوره في الصعيد؟ يا شاغلني بالعين والنني. يا شاغلني بالعين والنني، ما تقولي مين شغلك عني، قول لي بصراحه ترتتتت. وهنا في زماره في الموضوع. يا ابو عند الراحه ترتتتت. ولا انت بص انا ما غنتهاش انت هتقول له مكفل ولا؟ لا ما انا ما انا ما غنتهاش صح، بس انا بقول لك يعني الاغنيه. وليه ما تغنيهاش صح؟ لا يعني ما هي عايزه بقى الطبل والمزمار وهغنيها حقيقي، انا كده بقولها لك عادي يعني تمام. باللحن. هل تختلف الزغروطه المصري او القاهري عن الزغروطه الصعيدي؟ لا هي نفس الزغروطه كده، وليها ديل في الاخر. بتعرفي تزغرطي؟ ايوه. 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 اديني. هي اطول من كده، بس انا ما ينفعش الم علينا الناس.
اصلا اه والله، ده انا كده مدياك على الريتم الواطي. يعني نقدر نقول انك متخصصة الزغاريد في الافراح. يو، واطبل كمان، ويا ولا طاش امك اهو، عرفت لمين على الناس. استاذة دعاء، اتفضل يا فندم. انت اول بلوجر صعيدية على السوشيال ميديا، وليا الشرف. توابعها ايه يا فندم؟ توابعها ده توابعها زي الزفت والله العظيم. انا أول. بتشتم شتيمه، انا بصدر لكم الحاجه الحلوه، لكن الريكوست انت عار على الصعيد، انت ما ينفعش تشيلي، ما تقوليش من صهات تاني، مش عارفه عامله لهم ايه انا. طلبوا باغتيالك ولا لسه؟ لا محدش يقدر، ما ينفعش، عيب. مفيش طار يعني؟ لا احنا الحمد لله عندنا احنا مفيش طار في منطقتنا او في المركز بتاعنا، الموضوع ده منتهي تماما. حلو. بما انك بلوجر تمام وصعيدية، لو عملتي بلوك لكل الناس اللي بيضايقوك على السوشيال ميديا، تفتكر هيفضل كام فولور؟ ايه السخافه دي؟ انت بتحرق لي اي حاجه ولا ايه؟ لا، ما هم هيفضلوا ال 938 الف زي ما هم، لان هم دول اللي بيحبون. لو عمل اجيب لك القائمه بتاعت البلوك، كان ممكن يوصلوا للمليون ومليون و500 الف. ان شاء الله بعد الفيديو بص ده انا مضحيه بايه. هيرجع. مين اللي هيرجعوا؟ هيرجع غيرهم يعني. الحياة ما بتقفش على حد. ان شاء الله ما بتقفش. ايوه. اغرب رسالة جاتلك في الدي ام؟ انت عامله فيها دم خفيف وعامله لنا فيها من الصعيد، انت عار على الصعيد اساسا. عار على الصعيد؟ ده في شتيمه بقى ودعاوي اجرك الله يعني، وحاجات ما تشوفهاش، بس هي دي يعني اكتر حاجه كويسه اقدر اقولها لك. قبل ما تكوني بلوجر او بعد عادي جدا، مين البلوجر اللي كنت متابعاه؟ لما كنت بتفرج على السوشيال ميديا قبل ما ادخلها اصلا. حلو. مين كان الشيمي واسلام فوزي، دول كانوا في البدايه، يعني في البدايه كده كانوا هم المثل الاعلى بالنسبه، كانوا المثل الاعلى بالنسبه لي. حلو. لو السوشيال ميديا وقفت يومين هتعملي ايه؟ لا عادي على فكره، ولا تفرق بالنسبه لي. يا والله ما ده بجد والله، ده فعلا دي حقيقه. لما النت فصل في مصر وقطع ساعة. ولا اي اندهاش، انا ما بتنططش، بسيبها تحصل بقى وترجع تاني، ما هي كل حاجه بتاخد وقتها وبتيجي. بتحبي الافلام مسلسلات الدنيا دي؟ يو، وديني في حتتي. النوع بتحبي انهي فيهم؟ كوميدي بحت. كوميدي بحت. اكتر دور كان نفسك تمثليه؟ عارف انا كان نفسي امثل في الكبير، بس لو هتسالني ايه الدور اللي انت كان ممكن تبقي عايزه تمثليه عامه، مشهد بتاع كتكوت نورة كبيرة. لما كان مع الكبيره، كان نفسي اعمل المقطع ده بالذات للكبيره. كتكوتة. كتكوت كتكوت ما انت. فكرينا بالمشهد. كان بيقول يا ما نفسي يا كبيره احلف برحمتك وبشبش الطوبه اللي تحت راسك، يكون ما تكونش طوبه، يكون لغم يفرجع يكسر دماغك. ده اكتر مشهد معلم معايا ده اكتر مشهد بتحبيه؟ جدا. تحبي كتكوت؟ قوي. كتكوت ولا الكبير؟ كبير. طب ما هنا جينا بقى في ما عشان هدرس. ما عشان هدرس. احمد مكي. يعني كان نفسك تعملي هدرس ولا احمد مكي؟ انا كان نفسي اعمل اخت هدرس. هدرسايه. المفروض بقى يطلعوا لها اخت، والله ايوه هدرسايه حلوه كده. حلو، فكره نمنشن لاحمد مكي. مش هيرد عليا انا عارفه. احمد الجندي المخرج عادي. ماشي حلو، محمد موافقة. سلام. ما هو محمد سلام اللي هيرد، انا متاكده. في هدرسايه في السوق يا جدعان. يا جماعه محدش دريان بيا والله. نرجع بالزمن شويه. ماشي. احكي لنا عن اول حب في حياتك في الطفوله. يا نهار اسود، ما ينفعش. ينفع. اول حب طفوله عليه ولا طار مراهقه؟ لا طفوله، خلينا في السيف زون يعني طفوله. هو ما كانش واحد، كانوا اتنين. اصلا. والله قرايبنا، ما هو انت ماشي تحب على نفسك مع بعض. زمان، ما كنتش تعرف يعني ايه حب، فانت عاجبك الشكل بس. حلو. كنت بحب ابن عمتي وابن خالتي. الناس دي اصلا انت اللي يجي اعترفت البلد كده؟ اجازه احب فيه الوقت ده، بس الوقت ده يعني ده. زمان احنا خلاص كبرنا. يعني اللي يجي الاول. اللي يوصل يجي، من- لا فعلا ده حقيقه. انا كنت بتفرج بس، يعني ما كانش فيه حب ولفلفه والكلام ده اصلا، بس تحب في صمت، عارف اللي هو انت اخد حته كده مع نفسك. هم ما يعرفوش، هم عرفوا دلوقتي، ربنا يستر. متجوزين؟ ابن خالتي اتجوز ابن عمتي خاطب. حلاوه. حلاوه. بعد المقابله دي هيسيبوهم ان شاء الله. انسي بقى انت اتجوز العلاقه ليكي في التلقيح او تعرفي في التلقيح؟ يوه، في ست ملاش في التلقيح والله. يا عرفت تسال السؤال جامد، ده، احب الصراحه. ده طبعنا. اخر حاجه حد لقحت عليه في السوشيال ميديا كان مين؟ اذكر اسم؟ قولي لي الموقف الاول. ينفع هنا ما اجاوب يعني؟ نعدي السؤال ده. خلاص احكي الموقف من غير. اصل ده هيخسرني ناس والله. لا ما لو هيضرك يبقى جاوب. ده الفضول. لازم. مش هينفع عشان يعني الناس دي مني، فمش عايزه هينفع. ازعلها. طب لقحت ازاي؟
انا لقحت بيغششوني. ازاي؟ ما لازم نطلع باجابه. لقحت ازاي؟ رفعت لهم ستوري وكتبت فيه انا مش فيك ولا بحب الحياه الفيك، انا طول عمري طبيعيه، وحتى لو بيتقال عليا ان انا سايكو، انا عندي ان انا اكون سايكو واضحه بدل ما ابقى بوشين. هاشتاج ايه بقى مقصوده؟ ايوه يا ده، دي اصلا اول حاجه اتحطت، هاشتاج الاول مقصوده. لا لما كنت بتتسالي وانت صغيره نفسك تبقي ايه لما تكبري، كنت بتقولي ايه؟ السؤال ده ما عداش علينا، ما كانش ينفع تتسال السؤال ده في البلد ليه على ان شاء فكره. الله؟ مفيش. ما كانش نفسك انت تكبر؟ هتخشي كذا، هتعملي كذا، هتتجوزي كذا، هتخلفي كذا. هيقودوكي ما بالمره. بالظبط، مفيش راي. نفسك في ايه؟ انت عبيطه. هو انت معروف انك انت تخش تتعلمي هتتجوزي. اكتر حاجه بالنسبه للدعاء بتدوم، الحب ولا الصداقه؟ الصداقه. والحب راح فين؟ ما هو موجود بس انا ما بضمنوش والله، ما بدلوش ضمان الايام دي. قابلت رجاله خاينه؟ انا شفت بعيني، مع صاحبتي. ما حدش مع صاحبتي ده انا احكي لك من هنا للصبح يا جدع. طب يلا ده انا افضحي. كنت متجوزه واتبعت لجوزي تعالى جوزك اختي من صاحبتي يا اللي ساتر. كانت نايمه جنبي في الاوضه الثانيه. يا اقسم ساتر. بالله. يا ساتر. وكنت مخطوبه لحد تاني وشفته بقى مع برضه مع واحده صاحبتي برضه. ايه العلاقات القذره دي؟ ما هو انا بحط ايدي في الرجاله اطلع اتقالت يلا حلوه والله حلوه عشان ما نشتمش حد. طب انا موقفي ايه دلوقتي؟ لا مش الكل، انا بقول على اختيارات. ما انا ما دفعتش. ما انا ابويا راجل واخويا راجل. ماشي. انا بتكلم على ان انا بختار انواع معينه. ماشي هنعديها وربنا يستر. حلوه. امتى اخر مره قلتي اختياراتي مدمره حياتي؟ لسه اول امبارح واقفه قدام المرايه بغنيها والله العظيم. اصلا كان ايه الاختيار؟ حبيت اتنين الفتره دي برضه. ما انت هو واحد. بالجوز؟ ما انا سبحان الله ما بيجوا معايا بالجوز. يعني الموضوع قلنا وانت صغير. انا كنت بكراش على واحد وفي واحد بيكراش عليا. حلو. فاهم حاجه؟ اللي انا بكراش عليه واد خام كده ابن ناس متربي، واللي بيكراش عليا صايع ومقطع السمكه وديلها. بس انا ليه بقول اختياراتي؟ لان الخام ده يا عيني على الله حكايته، يعني ما بيعرفش يتكلم، وانت عارف بقى الستات بتحب الاوكلوك والمكالمات بعد بتاعت نص الليل دي والحاجات دي. انا ما فيش ده مع اللي انا مرتبطه بيه، بس اللي هو بيكراش عليا بيعمل يعني ممكن يقف كده في الشارع يقول لك يا بت انتوا تخصيني، مع ان ده بتاع هاي فعلا. بس بتاعته خصيني ده ما ينفعش ان انا كراش عليه عشان متجوز، وانا ماليش في الرجاله والمرتشابتش. اخر مره قلتي انا محسوده كان امتى؟ ما بقولهاش خالص بصراحه. اصلا بص الحسد مذكور في القرآن، بس الستات بالذات لو حطت في دماغها موضوع الحسد كل ما هتحصل لها حاجه تقول لك انا محسوده انا محسوده انا محسوده. ماشي. بس لو حبينا نبخر نفسينا كده على حاجه احنا. انا كل يوم الصبح بشغل بخور من غير ما تقول. بتشغلي البخور ازاي؟ بشغل عشان بيديني طاقه ايجابيه، لكن مش من النوع اللي بتاع بيبخرني. مش والله بيتولع؟ أكبر. ما هو بيولع بس في البيت الطاقه ايجابيه، لكن ما إيه ببخرش بشغل؟ نفسي. ايه بشغل دي؟ زي بسمع فيلم كده. لا عندنا احنا بنشغل، شغل يا بيت البخور يا بيت. شغل البخور؟ ايوه. ايه ده يعني؟ ده الدنيا في حته تانية يوه. عندكم؟ لا ده في حاجات ما اتقالتش في الحياه اساسا. طب ما تيجي نلعب. يلا. ده انتوا نقطة. الميكروباص. تيوتا. ايه ياما؟ تيوتا. تيوتا. والله اركب التيوتا من المعديه دي. دي جايه من التيوت. ما هي هنا احنا بعدين، انا بقى بعد السنين دي عرفت انها تويوتا اصلا. بس اي ميكروباص في الحياه تويوتا. والاكل ايه الاخبار؟ لا 100 100 ما تقلقش. طاجن العكاوي اسمه ايه عندكم؟ ده جعبايه. مين؟ جعبايه. طاجن العكاوي هنا اللي هو اللحمه بالبصل وبتتلزق، وما اسمهاش على فكره الطاجن يتحط في الفرن، اسمها جعبايه تلزيها في الفرن. ايه؟ تلزيها. تلزيها يعني زجيها. اه. لا في حاجات جاي. عندكم مارشميلو؟ انت عارف المارشميلو ده عندنا ايه؟ خد الدميل. خد الدميل. يعني خد الجميل. بس احنا عندنا خد الدميل وناشف ما يبقاش طري كده. ايه المياصه دي؟ وخد ماسك الدميل نفسه. ناشف عندكم؟ ايوه والله العظيم عامل زي الموزايه جدك ده. وفي منه ورد وابيض. كان في حاجه عندكم اللي هي عصير ليمون وعليها ايه؟ عليها سكر وتلج. ايوه. ولون اخضر. أيوة. ده اسمها دردمله. دردوم. كان عايبيها عم جعجع الله يمسيه بالخير او ياخده او يرحم. أو الله يرحم. اعلم بقى دلوقتي هو قاعد ولا لا. عايش ولا ميت؟ الله اعلم. ما شافوش في السوق والله لما انزل البلد. بس نسأل. شكله توكل وسلمها لغيره. يعني عربيه كده زي بتاعه حمص الشام، وفيها طلع يا عم جعجع شويه الدردمله في كيس كده يدوهلك، والشفاطه تخش التلد هنا كده هنا. دي عربيه غير عربيه الايس كريم. ايس كريم ما عندناش ايس كريم، احنا عندنا دلاتي. دلاتي. والجيم. مفيش الكلام ده. انا بقول لك انا حاضره الدال، الجيم ده الجيل اللي بعد ماليش دعوه بيه اصلا. اصلا. ايه اغرب كلمات عندكم في الصعيد بشكل عام؟
اغرب كلمات، انت ممكن تديني قهراوي واديك صعيدي عادي، نتبادل اللغات. اوصفي لي الاوتفيت بتاعك بالصعيدي. احنا ما اتفقناش على كده. انا بقدم مفاجآت. نبدأ من الدماغ. نبدا من الدماغ. لا ما هنقولوش على لحد الرجلين. الاشارب. انت طب ماشي. اشرب ولا اشارب. اسمها ايه؟ جمطة. لا مش دي الجمطه، احنا بص ده اشارب، بس الربطه اللي انا عاملاها دي اسمها الجمطه. حلو. هي كده جمطه، لكن اللي انا لابساه في العموميه اشارب، بروفل، منطلون، جزمه. بروفة. بروفل. ده بروفل. مش بوكليت. ملوش اي مصطلحات غير هنا في القاهره. بوكليت ده انا اول مره اسمع، انا اساسا كنت بسمعه فاكراه الجاكيت. لا بروفل. الملحفه. لا الملفحه ده، دي ملفحه بتاعت الرجاله، ملفحه. ملفحه. اي امال عند الستات الملايه اللف اسمها ايه؟ الشجه. دي شجه، دي اللي هي المرايه اللف الاسكندراني، بس عندنا احنا اسمها شجه، وما تتلفش كده، يعني ما تتلفش كده. احنا هنحطها على راسنا وتنزل زي الخيمه كده وتكفلي، تبقي ماشيه عارف ماشي عامل كده. راجعين للفرح. ايوه والله ده بجد على فكره، انا مش بهزر. انت فعلا راجع للفرق، انت ماشي عامل فعلا كده مغطيه كل حاجه، وهي نازله بشكل الدماغ، كل ده تحت مفروش بقى. عارف فستان الملكه فريده، بس جايبينها من وشها بقى متغطي. مرات الملك فاروق. خلينا نروح ونيجي من البلد للقاهرة للبلوجر والتيك توك، ما نثبتش على حاجة. لا انت كنت هتقول المقلب، انا لازم انا احكي هقول لك لك المقلب. خلاص نقول المقلب ونروح. ماشي. يبقى تمام. ايه اخبار مع المقالب؟ بص هو انا عملت قبل كده، واول واحد يعني كان ابويا ومن غير قصد والله، بس عيب. هحكي لك الموقف. قولي. كنت انا جايبه صينيه تلج من التلاجة، كنا حاطينها في الفريزر، فهي شجفت من فوق بس، لكن من تحت فضلت ميه ساجع، انا ما عارفش. المهم واخده الصينيه وشايلها على دماغي، وابويا كان نايم، ودخلت عليه عشان اخد المصروف من تحت المخده، فانا مدياله ظهري. انت اتوقع التلج ده كله نزل عليه وهو نايم. انا ما شفت غير شباشب بتجري ورايا على السلم. ده كويس ان وخد بقى الشتيمه من المنجي يا خيار. ده انا عمري ما هنساه في حياتي، عمري ما هنساه في كان حياتي. عندي كام سنة؟ كان عندي بتاع 12 سنه 13 سنه. انت لو اكبر كان زمانك اترجمتي. لا اكبر ايه، بقول لك الشباشب ابويا لو كان فايق كان نزل ورايا بالخرطوم. كويس انها جت على الشباشب، ده بيجري ورانا في الشارع بيجري عادي. ورايا بالسلاح. والله بيجري ورانا بجد في الشارع. اقسم بالله ما بيهمه. ايه اخر مرة فاكرة اكتر موقف يعني جريتيه في الشارع؟ كان ايه؟ كان ايه، كنت انا بهرب من المعهد وكنت بروح الترع عشان اصطاد جراميط، أصلاً. وهو جفش الحكايه عاد. دي هواية. دي هو ده، انا كنت باخد بنت عم، ده انا كنت بنزلها الترعه واخليها تقول للقرموط اكلك يا قرموط عشان القرموط يقرب. والله. فاكتشف هو الموضوع. انا خدت الخرطوم من اول بيتنا لحد بيت عمي في الشارع جري، وهو حافي ورايا وبجلابيه النوم بتاعته. أصلاً. وطبعا انتوا عارفين في البيت يعني ايه جلابيه النوم بتاعت ابويا. هو البلد كلها عارفة جلابية نوم ابوكي؟ ما هو كده البلد عرفت لما جري صحيح. ورايا في الشارع. صحيح، ما البلد كلها. ولحد دلوقتي بيعملها ورا اخواتي اقسم بالله. والفضل يعود لدعاء المشتاق. انا اللي بطلع الريس من البيت في الشارع جري. اصلا. وعبد الرحمن اخويا الصغير دلوقتي حاليا يعني هو واخد مكاني دلوقتي. ده بقى الوراثة ما الحاجات لازم اجيال بتسلم اجيال. امال هيجري ورا مين؟ لو حياتك اتحولت لفيلم على منصة، ماشي. هتسميه ايه؟ دعاء خوازيق. ما بس مش انا اللي بدي، انا باخد. انا اللي بوجع. والله خزان احزان، مع اني بصراحه اختار دعاء مشتاوي للطاقه الايجابيه، ده بجد يعني لو هنسمي بجد دعاء مشتاوي للطاقه الايجابيه، لان انا بحب دايما اصدر طاقه ايجابيه. ده الناس مش ناقصه. اكونت فيسبوك اميرة ما انا الحجابي. اعمل امه فيلم. اعمل امه فيلم بفلوسي. بفلوسي. ايه الحاجة اللي بتعمليها وبتحسي الناس هيتفاجئوا لما يعرفوا عنها ان انت بتعملي الحاجة دي؟ طب وانا اقول ليه دلوقتي، ما انا عايزه لا، افاجئهم. لا. حاجة الناس ما تعرفهاش عنك بتعمليها في اكلك شربك نومك، في حاجة غريبة كده بتحصل. يعني ان انا اعرف حد لقيته عادي بيحط المحشي في سندوتشات. ايه ده، اقسم بالله والله. انا بعمل كده. اصلا. والله العظيم محشي الكرنب بحطه أصلاً. في سندوتشات، دي حقيقه. اه. والمكرونه على فكره ممكن اعملها في وبيقلوا- السندوتشات. وبيقلوا المحشي. لا ما بقليهوش بس ده والله. هو كده بيسخنه. لا انا لا مش بيسخنوا، بيقليه. لا انا ممكن احطه في سندوتش عادي، وممكن احط المكرونه في سندوتش عادي. شفت ناس بتعمل كيس ده الكشري الكشري انا باكله بالكيس كده كده، ده انا بوصل محل هات لي كيس، ده لازم. ما بعرفش اكل الكشري في علبه. عدس في سندوتشات. العدس انا باكله بالعيش عادي، ما تقلقش ما بعمله. بس اغرب حاجه عملتها سندوتش ملوخيه وانا رايحه المعهد. جامد. وايه رايك؟ جامد. كرييتيف انا عارفه. لازم اكون مميزه. اكتر اكله بتعرفي تعمليها والكل بيتحكى بيها؟ 2. امم الفاصوليا البيضاء ماشي. وتخيل النجريسكو.
والنجريسكو والنجريسكو. دوقيني. ده انا هعمل لك صينيه المره الجايه واجيبها لك معايا. أمانة. انا بعملها كده 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 كده. هنرجع نصور تاني فيديو للناس ان انت ما عملتيش كده الحلقه الجايه او المره الجايه. خلاص يعني كلمه رجاله سعيديه. اغنيه بتقول بيخرجوني عن شعوري وانا ست مؤدبه. مش اغنيه دي، ده كوبليه. مش اغنيه، انا عماله اقول لك على تحتيه اصلا واقول لك مين اللي قايله؟ اه سلوى خطاب في المسلسل بتاع نيلي وشريهان. بيخرجوني عن شعوري لكن انا جوايا ست مؤدبه، هما اللي الماما وغجر ومش من مستواي. عيب عليكم، امال انا بلوجر ازاي؟ انفلونسر ازاي انا؟ منشن لسلوى خطاب. ده انا هعمل لها ده حالا دلوقتي. اي لاف يو يا فنانه، بحبك. مفيش راحه ولا بالراحه. ستوب ستوب دي مطلع اغنيه. مفيش راحه هي الحنيه، مفيش راحه هي الطعميه. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش راحه هي الحنيه، لو بفطر هي الطعميه. شفت بقى مين اللي مش مركز؟ مسلم. اسمك سعد زغلول؟ مفيش فايده. ايه ايه ما انت قلت ما انا بقول لك. لا هو انا بقول لك قولي لي سعد زغلول قال ايه. مفيش فايده. لا ما انا عارف ان مفيش فايده. من فيلم مفيش فايده، مصطفى قمر اصلا ما هو دي والله العظيم. احنا كده لا ده بنهبد. بجد. هي قال لك على راي سعد زغلول مفيش فايده، والله اتقالت فين؟ طيب خلاص، ما انا كده غلب حماري. طيب هنغير الافيه ونبقى في نفس الفيلم. تعرف تكتب او تعرف تكتب البقاء لله؟ من النظر. كانت من النظر. الاستاذه حرقت السؤال وبالتالي حرقنا الفيلم. وبالتالي انا هنهي الحلقه. تحبي تختمي بايه؟ تقولي ايه للناس؟ كلكم. مش هشيلها. اكيد هتشيلها هتشيلها ما ينفعش. انا قلت كلكم، يعني لو قلت دي بس كفايه. اقول لهم ايه؟ خفوا عليا والنبي، وحياة ابوكم خفوا عليا، علشان انا مش مستحمله كل واحد فيه اللي مكفيه، فبصدر لكم ضحكه. خدوا الضحكه، مش عايزينها ماشي. خفوا عليا بس يسيبوا حياتي. بصوا اقول لكم على حاجه، الاختصار خلي كل واحد في حاله ومحدش يبقى في حال التاني. لو باين والله هنبقى كده. بصوا كلام بقى من كل قلب حقيقي. كل حد بيشوفني دلوقتي او بيشوف الفيديو ده، والله العظيم انا فعلا بعتبركم عيلتي التانية، بس الناس اللي هي بتحبني بس. اما الباقي ده يعني ربنا يشفيه، هتعامل على انهم مرضى علشان اريح نفسي. بس احب اقول لكم ان انا فعلا فعلا بيكم حاجه ومن غيركم ولا اي حاجه، والجمله دي ما بتتقالش من فراغ. ربنا يخليكم ليا ودايما في ظهري كده، بتحبوني وبحبكم، بعمل لكم جديد. شكرا ليك يا دعاء. ليه كده؟ خلصنا. نورتيني يوه حقيقي. احييك بجد. ميرسي والله.